اهلا متتبعاتي، مرحبا بكم معايا في قناتي. وفي الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم هاد لاطارت اللي كتجي عفوا بالتفاح. كتجي حلوه مع مذاق القرفه وسهله في التحضير. فندوزو لطريقه التحضير. غادي نحتاجو واحد 125 غرام ديال الزبده. غادي نضيفو عليها واحد 2 معالق ديال السكر كلاصي. غادي نضيفو عليها واحد رشه ديال الملح، واحد الرشه ديال الفانيلا ديال سكر الفانيلا وصافي. واحد 2 غادي نحاول نساجم هذيك الزبده مع السكر كلاصي ينسجموا ليا مزيان ويدخلوا ليا مع بعضياتهم. من بعد غادي نزيد عليهم واحد 2 معالق ديال الزيت. هنا كنحاول انني نساجمهم مزيان. من بعد غادي نزيد عليهم صفار بيضه. بالنسبه لي عندهم العجانه وبغات تتعجن في العجانه فتعجنها بالعجانه. وبالنسبه للكميه يعني ديال الدقيق غادي تحتاج ليا جوج كيسان ديال الدقيق بعبار ديال العنبه فقط. هنايا يعني في العجينه ديالها ما كتحاولوش انكم تتعجنوها، فقط كتبسبسوها. يعني كتحاولوا انكم تنسجم لكم الزبده مع الدقيق فقط، يعني ما كتحاولوش تعجنوها. ومن بعد ما غادي نكمل ليها العجينه ديالها ما كتجمع ليا كندخلها للثلاجه كترتاح شويه. عاد من بعد كنبدا نخدم بها. هذه لاباط صابلي. شتي راني ما كنعجمهاش. ها نتوما شوفوا دابا في الاخر داك الشيء كيفاش كندمج معها هكذا. دابا غادي نجي للطاوه، درت واحد 2 معالق ديال الزبده وغادي نحاول انني نخليهم يذوبوا. هنايا غادي نضيف داك التفاح ديالي الكميه اللي عندكم نتوما على حساب الكميه اللي بغيتو ديروا ديال التفاح. انا درت واحد 4 ديال التفاحات وغادي نحاول انني نخليهم يتعسلوا. غادي نخدموا اليوم مع ديك الزبده مزيان. هنا غادي نضيف عليهم واحد 2 معالق ديال السكر، كيبقى السكر على حسب الذوق. وهنا غادي نضيف واحد المعلقه ديال القرفه كبيره. وغادي نضيفو واحد الرشه ديال الحامض، واحد العصير ديال نصف حامضه. هذاك العصير ديال نصف حامضه راه كيعطيكم واحد اللذه مع التفاحه كتجي لذيذه بزاف واحد الدرجه ما كتوصفش. صافي دابا غادي نخلي هذا الشيء هكذا. غادي نبقى غير نحرك فيه نديه ونجيبو حتى كيتعسلوا ليا مزيان. هنايا زدت هذاك الحامض، العصير ديال الحامضه. وهنا غادي نضيفو واحد المعلقه ديال النشا. هاد المعلقه ديال النشا شنو كدير لكم من بعد ما كيتعسل لكم هذاك السكر وكينسجم مع الزبده وداكشي هذاك النشا بحال كيخلي الصوص التفاح مع هذيك لاصوص يعني يجيو معسلين وخاترين. هانتوما شفتوا هنايا راه بدا كيتعسل ليا التفاح، فمازال غادي نزيد نخليه يزيد يتعسل ويتكرمل ليا مزيان حتى نحصل على الشكل اللي انا بغيت. هنا راه فقط راه طايب مزيان، غير انا نخليه يزيد حتى يتعسل. صافي دابا هنا في هذه المرحله هذه راه عندي صافي راه وجد. غادي نطفي عليه ونحبس ندوز للتحضير. بالنسبه انا من بعد هنايا ما خرجت العجينه ديالي من الثلاجه، خليتها ارتاحت واحد ربع ساعه. فغادي نحاول انني نبقى نطلقها على الشكل ديال المول اللي بغيت نطلقها فيه. كتطلقوها ما بين على شكل البلاستيك. انا جبت هذا المول هذا اللي ندخلها في الفران، حطيت عليه لاباط هكا وكنقرصها. كنحاول انني نقاد ليها الجوانب. غادي نجيب واحد المعلقه هكذا وغادي نقاد بها هذوك الجوانب. وغادي تقبوها بحال باش ما تنفخش لكم العجينه في الفران. وغادي نحطو فوقها هذاك التفاح بهذه الطريقه هذه. صافي وكنوزعوا عليها. وداكشي اللي شاط ليا من العجينه من الفوق كاين لكم الاختيار. كاين اللي كيبغي يدير فوقها اشرطه ديال العجينه. انا شديت ديك العجينه وحكيتها. هنايا راني كنبقى نصايب لها الاخر.
الوجه ديالها. كنقاد لها الجوانب باش بغيت الجوانب يجيوني تماما على الحد ديال الحشوه فين كاينه. هنا قدينا الجوانب، هنا شديت الحكاكه وبديت كنحك هذيك العجينه اللي شاط ليا من الفوق، وصافي غادي ندخلها على الفران. خاصو يكون سخون من قبل، وتخليوها طيب على درجه حراره مهيله بزاف. وإن فوا تحمر لكم من التحت وتبان لكم انها تحمرات من التحت، صافي كترجعوها انها تحمر من الفوق. وكان هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما خرجتها من الفران. شوفوا كيفاش كتحمر وكتجي هشيشه معكم بزاف، ومذاق لا يقاوم، كتجي لذيذه لذيذه بزاف. كننصحكم انكم تجربوها، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تشاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. والى اللقاء، ونتلاقاو في مزيد من الفيديوهات ان شاء الله. مع السلامه.